أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج مصري جريء. علشان توصل لهدفك وعلشان تحقق حلمك لازم تتعب ولازم تكافح ولازم تحط هدف بعيد تقدر ان انت تشتغل وتبحث وتوصل لمرحلة ان انت خلاص انا هوصل لهدفي، يعني هوصل لهدفي. الكلام ده مش هينفع نوصل له بالساهل، لازم يكون في تعب، لازم يكون في مجهود شوية. معظم الناس دلوقتي بتعتمد على السوشيال ميديا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي فقط في التعليم. لكن احنا بننصح الجميع دلوقتي ان ارض الواقع والحضور وحضورك كورسات تدريبيه وحضورك اي محاضرات وندوات ده شيء مهم جدا. وعندنا بنشوف نموذج مشرف جدا الايام دي. بتكلم عن المؤسسه الدوليه للتدريب. طبعا من اهم أهدافها هو اكتشاف ورعاية الموهوبين وإقامة الدورات والبطولات والندوات العلمية والدورات التدريبية في كافة التخصصات، ومن أهمها يعني التنمية البشرية والتربية الرياضية، وطبعا موضوع التأهيل والإصابات والتدليك. لو اتكلمنا باختصار كده عن موضوع معين من الموضوعات دي، لو اتكلمنا عن التدليك مثلا أو المساج، هو ممكن النظرة العامة تكون ان هو شيء بسيط او شيء سهل، لكن طبعا الموضوع ممكن يؤدي لعواقب كبيرة، ولازم اللي يشتغل في الحاجة دي يشتغل فيها تحت دراسة وتحت دراية كاملة، ويكون متخرج من تحت ايد متخصصين. وطبعا الكلام ده كله بتقدمه المؤسسة الدولية للتدريب، بيحاضر فيها محاضرين دكاترة على اعلى مستوى، بتاخد شهادات معتمدة، بتحصل على شهادات معتمدة. بعد كل ده طبعا بيساعدوك ان انت تستخرج شهادة مزاولة المهنة من الوزارة المتخصصة في العمل اللي هي وزارة القوى العاملة. بتقدر تستخرج رخصة مزاولة المهنة وتقدر تشتغل. حد يسألني دلوقتي يقول لي طب أنا هستفيد إيه لو اتعلمت مثلا الإصابات والتدليك وخدت كورسات تدريبية وحضرت في المؤسسة الدولية للتدريب؟ لا يا فندم، هتقدر تشتغل في أكبر الفنادق، هتقدر بعد استخراج التصاريح اللازمة ان انت تفتح مركز خاص بيك بالاصابات وبالتدليك. وفي شيء كويس جدا في المؤسسة ان انت بتدرس الانفكشن كنترول. طبعا علشان تحافظ على البيشنت اللي جاي لك لازم تدرس الحاجة دي، لازم يكون في مستوى تعقيم كويس، لازم يكون في الحفاظ على عدم العدوى خصوصا في الايام دي. في حاجة مميزة جدا في المؤسسة، انهم بيوصوا الطالب اللي موجود عندهم انه ما ينفعش يتعامل مع اي حاله غير تحت ارشادات الطبيب. لازم يكون في لينك بين الكابتن اللي شغال او الاخصائي اللي شغال، تمام، ولينك وبين الدكتور المعالج للحاله. فطبعا موضوع انك تشتغل دايركت مع البيشنت اللي جاي لك ده ما ينفعش خالص، لازم ارشادات الطبيب رقم واحد، لان طبعا ما ينفعش اي دخيل على المهنه زي ما بيقولوا، يعني ان هو يشتغل مهنه علاج طبيعي او اسعافات او حاجه بدون ارشادات طبيب، او يجي كده يشتغلها لوحده. فالاكاديميه بتقدم كل الارشادات دي طبعا، وبنأكد على موضوع التعليم رقم واحد يا جماعه في المؤسسه الدوليه للتدريب، رقم 2 الشهادات المعتمده، رقم 3 مزاوله المهنه طبعا بنساعدك فيها. في طبعا مميزات كتير جدا، لكن معانا فيديو صغير كده هنبدأ نعرضه على حضراتكم دلوقتي في كل أنشطة المؤسسة الدولية للتدريب. أعزائي المشاهدين تفضلوا بالبقاء معنا، ولكن بعد هذا الفاصل. شكرا للي مشرفنا واللي عمره في يوم ما خذلنا، واللي في الظهر تملي في أفراحنا وقبلها أحزاننا، والناس الشايلة همومنا واللي قابلنا بعيوبنا، واللي جابرين خواطرنا بجد الدنيا دي بيهم جنة. شكرا على الكلمة الحلوة اللي بتتقال فتغير مودنا، شكرا للناس اللي فارق جدا في حياتها وجودنا، شكرا على النية الصافية والناس بوعودها وافية
رجعنا لحضراتكم تاني بعد الفاصل، وهنتكلم طبعا في موضوع مهم. أتوقع إنه هيهم كل أسرة مصرية وكل بيت مصري. بنشوف شباب وأطفال وفي معظم الأعمار السنية بيعانوا من موضوع السمنة وكمان النحافة، يعني الاثنين. معانا النهاردة في ضيافتنا ضيف مميز جدا، معانا الأخصائي محمد صلاح عبد العزيز، خريج جامعة الأزهر وحاصل على الماجستير والدكتوراه في التغذية العلاجية، وأيضا حاصل على دورة متقدمة بل دورات متقدمة في التأهيل الشامل من المؤسسة الدولية للتدريب. أهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور عمرو، الله يحفظك. شرفت ونورت الله برنامج مصر يحفظك يا جديد. دكتور عمرو، الله يحفظك، ده بس من ذوقك والله يا فندم، الله يكرمك. موضوع التغذية العلاجية وموضوع السمنة، تمام يا فندم. ناس كتير جدا بتعاني منها، وعايزين نتكلم في حل سريع، في حاجة سريعة. بص يا دكتور عمرو، احنا بنتكلم عن يعتبر مرض العصر. مرض العصر اليومين دول احنا في المراكز بتاعتنا وفي شغلنا الكافي عامة بنلجأ اللي احنا اليومين دول زيادة مفرطة بالنسبة للسمنة. في شباب وفتيات صغيرين واخوات لينا ان هم لسه اعمارهم 20 سنه و18 سنه وعندهم سمنه مفرطه. وطبعا النحافه الزائده على الجسم ده كله يا دكتور عمرو بيلجأ لعدم التغذيه الصحيحه او سوء التغذيه الصحيحه. طيب احنا عايزين نعيش حياه كريمه زي ما السيد الرئيس ربنا يبارك في حضرته يا رب عايز يعيشها لنا. احنا لازم ان احنا نهتم بصحتنا ونهتم باكلنا ونهتم بحياتنا. فطبعا السمنه الزائده او السمنه المفرطه مش هتتظبط معانا ولا هتتظبط في حياتنا الا اذا اتجهنا الى الغذاء الجيد والتغذيه الصحيحه. ازاي غذاء جيد واحنا دلوقتي اساسا بنشوف، يعني معلش، هو معظم الاوزان الزايده بتكون في السيدات. تمام يا فندم. تلاقيها حاطه حله المحشي تمام والرز جنبها والحاجه، وتيجي تقول لك انا زايده وعايزه اخس يا دكتور. طب ازاي وانت اصلا مش مانعه؟ ما انت لازم تمنع المحشي. ما هنا بقى دي المشكله يا دكتور عمرو، احنا في فصل الشتاء، ربنا يا رب يديم علينا الخير والبركه. ان طبعا لازم ان انا عشان اظبط اكلي اظبط وزني واظبط حياتي لازم الجا للتغذيه الصحيحه وان انا اظبط اكلي. طبعا انا مش هينفع ان انا اكون مسرف في موضوع الاكل وان انا باكل اللي نفسي فيه وفري خالص في كل حاجه واكل العيش الفين والعيش الابيض وبعد كده اخش على الالبان الدسمه وطبعا اخش على البروتينات ايا كان نوعها سواء كانت فراخ سواء كانت لحمه. الحاجات دي كلها بتاثر علينا. طب انا عايز اخس. طيب بالنسبه لموضوع التخسيس يا دكتور عامر، بالنسبه للسيدات الست اللي هي بتاكل طبعا عمرها ما هتخس الا اذا قفلت بقها. طبعا انا اعمل ايه؟ يعني انا مش هتقفل بقها. طيب خلاص احنا دلوقتي في وسائل متعدده طبعا اليومين دول ان احنا بندي وسائل كتير قوي بالنسبه لان احنا سد الشهيه وقفل الشهيه عن طريق الطبيعه. يعني عايز تكلمني دلوقتي عن موضوع الاعشاب مثلا، علاقة الأعشاب بالتخسيس؟ أكيد يا فندم، ده لها علاقة فعالة وأكيدة بفضل الله عز وجل. وطبعا في الأول وفي الآخر إحنا كلنا أسباب وربنا سبحانه وتعالى هو الشافي. طبعا السمنة إذا زادت عن حدها تعد مرض، وكذلك النحافة إذا زادت عن حدها تعد مرض. فبالتالي أنا هلجأ للأعشاب. طبعا الأعشاب كويسة جدا وما لهاش أي آثار جانبية أيا كانت إلا إذا اتخذت بطريقة غير صحية. طيب أنا ألجأ إزاي للأعشاب؟ طبعا إحنا عندنا أعشاب كتير قوي مهمة جدا جدا، بس طبعا يكون حد باحث ودارس وفاهم هو بيعطي ايه للمريض وبالذات مريض السمنه عشان تجيب نتيجه. لان في ناس كتير قوي بيجوا لنا في المراكز او يجوا لنا في المركز بتاعنا يقول لنا انا خدت اعشاب كتير قوي وخدت ادويه كتير وما جابتش معايا نتيجه او ما كانش ليها رد فعل معايا. طبعا ده اكيد لان هي بالفعل خدت يا دكتور عمرو الاعشاب اللي خدتها بطريقه غير صحيحه، وخدت اعشاب فعلا اللي باع لها الحاجات دي او اللي اداها الحاجات دي ما هوش راجل امين، ما هوش ده فعلا الحاجه المظبوطه اللي في الاعشاب اللي هي تفيد الست دي. بالظبط. وفي حاجه تانية كمان يا دكتور، احنا يعني انا اتوقع مريض السمنه دوت ممكن يكون مرفوض في معظم، يعني في بعض المجالات، مش هقول معظم المجالات طبعا، زي الشغل مثلا، زي في علاقه مثلا علاقه ارتباط او زواج او حاجه زي كده. الشكل العام ده، بص يا دكتور عمرو، كل حاجه النهارده اذا زادت عن حدها فاكتر عامل بيتاثر في جسم الانسان هي النفسيه. فبالتالي السمنه اذا زادت عن حدها سواء كانت انسه
في بدايه عمرها او لسه ما حصلهاش نصيب في الجواز، او سواء كانت ست عايزه تكون بيت وتكون اسره، لابد ان الوزن المثالي يكون في كل حياتنا. طيب ازاي هيتوفر معانا الوزن المثالي؟ الوزن المثالي يا دكتور عمرو مش هيتوفر في حياتنا ولا نفسيتنا ولا حياتنا هتتظبط الا اذا ظبطنا اكلنا. يا دكتور عمرو العلماء بيقولوا ان التغذيه الصحيحه خير من العلاج. لو انا اكلت صح هعيش صح، لو انا انتظمت في حياتي على نظام معين يبقى ان شاء الله الدنيا معايا هتتظبط. انا دلوقتي الانسه اللي عندها مثلا 15 سنه 16 سنه ووزنها 100 كيلو و90 كيلو و80 كيلو، ده يا دكتور عمرو مش بيأثر بس على الجسم وبيأثر، لا ده بيأثر على النفسيه وبيأثر على المفاصل وبيأثر على العظم وبيأثر على القلب وبيرفع نسبه الكوليسترول في الدم. السمنه المفرطه يا دكتور عمرو لها تأثير على الجسد، بل ان هي لا قدر الله بتؤدي الى الوفاه. بالظبط بتؤدي الى الوفاه لانها تمام. بتعمل اكتئاب نفسي للحاله اللي هي. تمام يا دكتور. حضرتك طبعا خريج جامعة الأزهر، طبعا ما ينفعش ننهي حوارنا مع حضرتك غير لما نعرف هل في علاقة بين القرآن الكريم وبين موضوع العلاج بالسمنة والنحافة أو السمنة والنحافة عموما؟ بص يا دكتور عمرو، الله عز وجل شرع لينا كتاب مقدس وهو القرآن الكريم. طبعا القرآن الكريم يا دكتور عمرو ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. القرآن الكريم هو دستور الحياة، هو المنهج الرباني الذي نسير عليه في الحياة. طبعا الله عز وجل بين لنا حاجة مهمة جدا يا دكتور عمرو. في ناس كتير قوي تقول هل للقرآن الكريم علاقة ما بين التخسيس أو ما بين السن؟ طبعا يا دكتور عمرو ليها علاقة. إزاي؟ الله عز وجل شرع لنا 3 آيات في كتابه العزيز كي يبين لنا فضل هذه الآيات في حياتنا اليومية. إيه هم ال3 آيات يا دكتور عمرو؟ أول آية ربنا سبحانه وتعالى ذكرها لنا في كتابه العزيز: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. إن أنا يا دكتور عمرو آكل بس ما اسرفش في الأكل. أنا ممكن آكل 5 وجبات في اليوم، ما عنديش أي مشكلة خالص، بس بنظام معين. بس بنظام معين. إن أنا آكل مقدار معين على قد معدتي، بحيث إن أنا ما اضغطش شهيتي وما اضغطش معدتي إن هي تفتح معايا، وما اقدرش بعد كده مره في مره على المدى البعيد ما بقدرش ان انا احكم شهيتي. في واحد يا دكتور عمرو بيجي لي حالات والله العظيم في المركز بيقول لي انا ما احسش بالشبع الا اذا خلصت الاكل اللي قدامي كله يعني يقول لك انا ما احسش كده ان انا شبعت كده والدنيا معايا تمام الا اذا خلصت كل حاجه قدامي. لازم يخلص. لو اتبقى قدامي حاجه احس ان انا ما اكلتش. ده بالفعل خطأ يا دكتور عمرو. ربنا سبحانه وتعالى لما قال في كتابه العزيز كلوا واشربوا ولا تسرفوا، انا ما عنديش مشكله، انا ما احرمش نفسي لكن ما اضغطش معدتي وما عايزين الايه الثانيه بقى عشان الناس تستفيد على قد ما تقدر. الله عز وجل بين لنا في كتابه العزيز: وجعلنا من الماء كل شيء حي. ان انا اشرب ميه بقدر المستطاع. الميه يا دكتور عمرو ليها قيمه غذائيه في جسم الانسان لا تعد ولا تحصى. اول حاجه بتعملها الميه بتساعد في عمليه حرق الدهون يا دكتور عمرو. اول ما استيقظ من النوم كده لو شربت كوب ميه على الريق، اول حاجه ابدا بيها يوم اشرب ميه. الميه بتغسل القولون وبتنظف القولون من البقايا بتاعه الاكل، بتعالج الامساك، بتعالج اي مشكله عندي، بتظبط نسبه الكوليسترول في الدم، بتظبط الشرايين والاورده. الميه يا دكتور عمرو عليها عامل اساسي في حياه الانسان، لذلك الله عز وجل قال: وجعلنا من الماء كل شيء حي. تمام. الايه الثالثه يا دكتور عمرو ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وجعلنا الليل لباسا والنهار معاشا. ان انا انام بدري واصحى بدري. احنا بنبص حوالينا هنلاقي الناس قلبة الآية يا دكتور عمرو. بنصحى بالليل وبننام بالنهار. بنصحى بالليل. ده بيأثر على موضوع السمنه برضه. بالفعل يا دكتور عمرو الله عز وجل يعني لما بين لنا الآية دي قال ان احنا فعلا حاجة ربانية. بعد غروب الشمس يا دكتور عمرو مفيش هضم للأكل، الجسم ما بيحرقش أكل بعد غروب الشمس. يعني احنا لما بنمشي المرضى بتوعنا على نظام غذائي بنقول لهم اخرك في الأكل يا فندم الغداء هيكون من الساعة 1 للساعة 3. طيب ليه 3؟ لأن من بعد 3 بيبدأ وقت الغروب، فبالتالي الجسم ما بيحرقش أكل بعد غروب الشمس يا دكتور عمرو. فبنمشي المريض على ثمرة فاكهة، طبق سلطة، حاجة خفيفة من بعد غروب الشمس. تمام. بنشوف في مراكز التخسيس دلوقتي تمام. الدكتور طبعا بيدي النظام الغذائي، في ناس بتمشي عليه وفي ناس ما بيمشيش معاهم النظام الغذائي، فبنشوف بقى ممكن يلجأ للاكسرسايز تمام. وممكن الدكتور يوصي ان هو يعمل جلسات على الكافيتيشن تمام. وممكن كمان حقن الميزوثيرابي والحاجات دي. عايزين نفهم القصه بتاعت الاجهزه. بص يا دكتور عمرو، للسمنه عوامل كتير،
وفي اسباب كتير مهم. بتساعد في عمليه التخسيس. مهم. طبعا الحاجات دي كلها ما فيش مشكله، يعني احنا مش هنقول ان احنا ان هي غلط او صح، ما احنا يعني كل واحد بيبقى عارف طريقه شغله ازاي والمريض بتاعه بيتعامل معاه ازاي. مهم. لكن ما فيش افضل من الطبيعه يا دكتور عمرو، مفيش افضل من ان انا اظبط اكل. طب انا عملت كل الحاجات اللي حضرتك قلت عليها، عملت كافيتيشن وعملت ار اف وعملت كرايو وعملت ميوثيرابي وعملت، طبعا مفيش مشكله، انا الوضع الحالي بقى تمام. مهم. طب هل اللي انا عملته ده هيضمن لي حياه بعد كده؟ يعني مهم. انا الوضع اللي انا كنت عليه بقى تمام، عملت مم. كافيتيشن وعملت ار اف وعملت كرايو وعملت مهم. حقن ميوثيرابي لف تنحيفي وشلت السلوليت وتمام، وظبطت جسمي على وضع معين وعملت تكميم عند الاطباء الاخصائيين في الجراحه. طيب هل الحاجات دي هتحميني العمر اللي باقي ان انا اعيش حياه؟ لا طبعا. مهم. لازم ان انا بعد ما اعمل الحاجات دي يا دكتور عمرو انتظم نظام غذائي جيد بحيث ان انا اواظب واحافظ على الموضوع اللي موجود معايا. انت جيت لي دلوقتي على السؤال اللي جالنا على الصفحه بتاعتنا، على صفحه البرنامج. طبعا كان في ياسمين محمد سالت سؤال، تمام. تمام، موجهه لحضرتك خصيصا يعني. تمام. قالت انا وزني كان 130 كيلو، تمام تمام، وعملت اللي عملته وخست ل 80. تمام. تمام، عمليه او مع تمام. تمام يا فندم. رجعت تاني بعد سنه لوزنها زاد تاني بعد ما ظبطت. ايه بقى المشكله هنا اللي حضرتك شايف؟ المشكله يا دكتور عمرو الافراط والاسراف وعدم النظام الجيد. مهم. ما انتظمتش يا دكتور عمرو على النظام الجيد اللي تكمل عليه بقيه المسيره، ده اللي احنا قلناه من شويه. بالظبط. ان انا بالفعل هحقن ميزوثيرابي وهعمل كافيتيشن وهعمل ار اف واعمل اكرايو واعمل لف تنحيفي مثالي وهظبط وزني. انا لو 130 كيلو، ان انا ال 130 كيلو، طب انا طولي كان كام؟ طب انا وصلت لوزن مناسب. مم. طب انا لازم ان انا احافظ على الوزن المناسب اللي انا وصلت له. طب احافظ عليه بالطبيعه، النظام الجيد، بالظبط. ان انا اكل صح أنا واعيش صح. هتوقع موضوع تثبيت الوزن ده يا جماعه يا دكتور اصعب من التخسيس. يعني انك تثبت وزنك على الوزن المثالي اللي انت عايزه. يعني انت فرضا 170 تمام. سنتي، تمام تمام، يا المفروض فندم. يبقى 70 75 كيلو، تمام. تمام، ده تمام اللي يا معروف فندم. يعني. تمام يا تمام. فموضوع التثبيت انا شايفه ان هو اصعب من موضوع التخسيس. بص هنا الله عز وجل بيقول في القرآن الكريم إن النفس لأمارة بالسوء. النفس هي اللي بتؤمر صاحبها بس بتؤمره للهلاك. مفيش نفس بتؤمر صاحبها بإنه يمشي صح. طيب أنا أعمل إيه؟ إن أنا انتظمت وظبطت نفسي وبقيت بفضل الله عز وجل وزني مثالي وشكلي المتناسق والدنيا معايا تمام، ان انا احافظ على الكلام ده. احافظ على الكلام ده ان انا اكل صح عشان اعيش صح. يا دكتور عمرو لو اكلنا صح والله هنعيش صح. ومفيش مانع ان احنا نلجا للطبيعه في حياتنا. الطبيعه يا دكتور عمرو عليها عمل اساسي والله العظيم في حياه الناس. طيب نصيحه برضو من حضرتك كده للساده المشاهدين عن انواع الاكل المفيده يعني. بص يا دكتور عمرو، افضل الاكلات اللي هي ما فيهاش نسبه كوليسترول عالي. ان انا ابعد الدهون والمسبكات عن اكل شويه. اخلي اكله معظمه سليق وني في ني. اخلي اكلي معظمه مشوي. بلاش ارتفاع في نسبه الكوليسترول في الدم عشان خاطر الشرايين والاورده والقلب وعضله القلب تاخد مجراها الطبيعي في حياه الانسان. ان انا ابعد عن الزيوت شويه، ابعد عن الدهون شويه، ابعد عن البروتينات. خد بالك يا دكتور عمرو، البروتينات اذا زادت عن حدها تقلب لضدها. فانا انتظم في حياتي. حتى اللحوم الكامله اكيد طبعا لازم بكميات معينه. اكيد طبعا يا دكتور عمرو، لازم ان انا احسب القيمه قيمه السعيرات الحراريه اللي داخله جسمي. ان انا احسب ان انا المعدل الطبيعي لقيمه السعيرات الحراريه اللي داخله جسم الانسان يا دكتور عمرو 2300 سعره حراريه في اليوم. اذا زادت نسبه السعيرات الحراريه عن حدها قلبت لضدها يا دكتور عمرو. يا جماعه ال 2300 الدكتور بيقولهم دول هم بالبلدي كده هم 3 رغيف عيش من اللي احنا بناكلهم. هم 3 بالظبط. بالظبط كده يا دكتور عمرو. مش هتاكلوا حاجه تاني. ان احنا يا دكتور عمرو لازم ان احنا 2300 قيمه 2300 سعره حراريه دول هم المعدل الطبيعي لجسم الانسان. في ناس بتوصل معانا يا دكتور عمرو والله 10000 سعره حراريه و11000 سعره حراريه. طيب انا هل ينفع السعرات الحراريه دي تقل؟ لا، انا المعدل الطبيعي 2300 ما يقلوش قوي ولا يزيدوا قوي. لازم يوم ما توصل معانا توصل ل 2600 2700 سعره حراريه بالكتير قوي يا دكتور عمرو. تمام. في طبعا كنت عملت مبادره السنه اللي فاتت، معظم السيدات بيعملوا مشاكل وبيقولوا العيشه غاليه وجوازنا ما بيصرفوش وعاملين مشاكل ونسب الطلاق ارتفعت. تمام. وتيجي تقف قدامك تلاقيها 100 وكام
130 كيلو 130 كيلو. 140 كيلو. طيب يا دكتور، هي كانت كام وانتوا بتكتبوا الكتاب بقى؟ 60 كيلو. 60 كيلو. ال 60 ولا ال 70 كيلو اللي جم دول مين اللي حطهم؟ مش جوزها؟ اكيد طبعا. مش هو اللي صرف أكيد. وعمل؟ يا دكتور عمرو انت ما تعرفش ان انا قلت يحطوا الوزن في القايمه يا سيدي، يكتبوه يقولوا انا اتجوزت كذا كذا كان كذا وزنها 60 وزنها 60 كيلو في عام 2000 انت عارف بنقول الكلام ده عشان ما للمرضى. تجيش تشتكي بعد انت عارف كده. بنقول الكلام ده للمرضى، يقول لك يا دكتور عمرو، تقول لك ان العوامل النفسيه هي السبب الرئيسي في ارتفاع الوزن. تقول لك ان انا لو انا مش مكتئبه نفسيا من الحياه ومن البيت وكده، انا لما بزعل باكل، ولما بزعل ونفسيتي بتكتئب انا باكل. ماشي مفيش مشكله، العامل النفسي ليه علاقه. انت عارف يا دكتور عمرو المعدل الطبيعي اللي وزن الانسان انه يزيد في السنه كام؟ كيلو واحد كل سنه. كل سنه كيلو. لا ده بتزيدهم في الاسبوع. اذا زاد الانسان عن كيلو يا دكتور عمرو في السنه، يبقى كده غير طبيعي. في ناس فعلا بتوصل معانا ل 10 كيلو في السنه. والله ده غير طبيعي. هنا بنلجا بقى للاشعه والتقارير والتحاليل ان احنا بيبقى ليهم شغل خاص. شغل خاص بيهم. تمام. دكتور طبعا حديثنا كان شيق جدا. الله يحفظك يا دكتور. ونوعدك ان شاء الله وتوعدنا ان يبقى في سلسله حلقات مع بعض. ولو حابب تقدم كلمه شكر برضو في نهايه الحلقه لاهلك، لاي حد ساندك. والله كاميرا معاك. اهلي وناسي وحبايبي الله يحفظهم ويبارك فيهم. انا بشكر والدي، ربنا يا رب يديله الصحه والعافيه وطولة العمر ويعينه على الحياه ويعينه علينا يا رب. واشكر زوجتي، ربنا يا رب يحفظها، وقفت جنبي. والفضل طبعا يرجع لوالدتي عليها رحمه الله، ربنا يا رب يرحمها ويجعل مسواها الجنه يا رب. ستي والله يعني ربنا يرحمها، شقيت في تربيتنا وربتنا بالحلال عشان بفضل نكون يعني عند حسن ظن حضراتكم. ربنا يا رب يرحمها ويجعل مسواها الجنه. انا يعني من مكاني هذا اسال الله عز وجل ان يرحمها وان يغفر لها ويجعل مسواها الجنه، اللهم امين. اللهم امين. طبعا دكتور محمد على المستوى الشخصي انسان اصلا محترم جدا يعني ومهذب. كان في ضيافتنا النهارده طبعا الاخصائي الدكتور محمد صلاح عبد العزيز، خريج جامعه الازهر والحاصل على الماجستير والدكتوراه في التغذيه العلاجيه، والحاصل ايضا على دوره التاهيل الشامل من المؤسسه الدوليه للتدريب. سعدنا جدا بحضرتك. اعزائي المشاهدين تفضلوا بالبقاء معنا، ولكن بعد هذا الفاصل. في البلد دي لازم يكون اتحدى نفسك واحنا ليك دايما نصور. ابن المستقبل واحنا معاك في اي شيء، وفي يوم هتوصل للي حلمت بيه اكيد. اسبق وعافر الكفاح ما بينتهيش، قصة رجولة وانت مصري لازم تعيش. انسى اللي فات من عمرك انه كان مفيش، خليك اول جواك إرادة من حديد. بطولات الدنيا دي ابطال بنوصل للعالمية، كل حاجة احنا بنعملها لازم تكون مش شغل الفاخر. المؤسسة الدولية للأخلاق الرياضية، لو للنجمة العالية نطولها احنا الأساس جايبين بالآخر. إرادتنا من حديد في أي بلد احنا التمام، من بحرين السعيد اضرب لنا تعظيم سلام. المؤسسة الدولية هي الأصل 100%، وضيعة اسكندرية هي الأساس على طول قدام. الاحترام أساسي ومبدأ عندنا، بنحب الناس والعيب ما يطلع مننا. المؤسسة الدولية الناس بتحبنا، ودي أحلى حاجة عشان بفضل ربنا قدرنا نعلي وقت الصعب المستحيل. أخلاقنا عالية أصلنا بالرب يجيب. تكبر بلدنا وكلنا لازم نشيل، علشان يكون الإمبراطورة زينا. هنقول عمرو محروس متسالم يا ريسنا، لو قلنا همة الشاذلي تعالى شرفنا وعرسنا. المؤسسة الدولية للرياضة يا رب حروسنا. الناس التقال تعالى شرف وتونسنا، لازم تكون رياضي شاب مظبوط أصل وعالي.
تمشي في الشارع دلوقتي تلاقي معظم الناس تايهة زي ما بيقولوا كده، واللي تلاقيه ماشي بيكلم في نفسه، واللي تلاقيه يا عيني ما تعرفش فيه ايه. كل الناس محتاجة ان هي يتقرأ عليها قرآن كريم ويتعمل عليها رقية شرعية. فقرتنا الفقرة التانية النهاردة معانا الأخ العزيز الأخصائي أحمد محمد حسين، أخصائي التأهيل الشامل والرقية الشرعية. أهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. يا جماعة في الكنترول أنا مش سامع حاجة. طبعا في البداية عرف بس السادة المشاهدين بمجال شغلك وبنفسك. ربنا يعزك ويرفع قدرك. احمد محمد، ملقب بابا احمد ابا زياد، اخصائي حجامه ومساج وفوته ناريه، ومعالج بالقران المس والسحر والحسد، ومحارب للدجالين والمشعوذين والسحره. يا اهلا وسهلا، اهلا حبيبي يا وسهلا دكتور، بحضرتك. حبيبي. اهلا وسهلا. طيب، هل يعني بنشوف في موضوع الرقية الشرعية مرتبط شوية بالحالات الصعبة والحسد والسحر والعين والمس وحاجات كتير زي كده. نعم. ازاي نعرف ان الواحد تعبان او مريض؟ اسمع حبيبي، اولا حضرتك انت ممكن تعرف وحضرتك وانت في قلب المنزل قبل ما تذهب الى الراقي الشرعي، خاصة اليومين دول سبحان الملك الدجالين والمشعوذين زي ما ذكرت لحضرتك كتير. اولا سبحان الملك تحضر زجاجة مية او قارورة وتقرأ عليها اولا سورة الفاتحة، اول 5 ايات من سورة البقرة، آية 102 و163 و164 و255 و285 و286، كل هذا من سورة البقرة. ثم آيات السحر طبعا. أولا الكلام ده حضرتك يا دكتور هنقرأه على قارورة أو زجاجة، هنعمل الكلام ده قبل ما نذهب إلى الراقي، نعرف هل احنا عندنا حاجة ولا لأ، وهل الراقي اللي هنروح له ده راقي شرعي أم راقي دجال والعياذ بالله. سلم سلم يا رب سلم. وكتروا خاصة الأيام دي. طبعا بنوصي جميع السادة المشاهدين طبعا انهم يتخذوا الحذر جدا من الدجالين، وانت بتتعامل لازم تتعامل مع شخص موثوق فيه، لازم يكون راقي شرعي، تكون شايفه ملتزم بالصلاة، غير كده طبعا بنرفض يعني. طبعا. بعد كده نخش الآيات السحر طبعا، سورة الأعراف 117 إلى 122، وسورة يونس 79 إلى 82، وسورة طه 65 إلى 69. خد بال حضرتك. ثم سورة الزلزلة والكافرون والإخلاص والفلق والناس. كل هذا هيتقرأ على زجاجة مية أو قارورة، وتقرب فمك من المية وتبدأ تقرأ بخشوع، طبعا يبقى على طهارة على وضوء. وبعد ما تقرأ هذه السور أو هذه الآيات على المية، ابدأ اشرب من المية، وابدأ هات بخاخة مع جزء بسيط من المسك، وحط في قلب هذه البخاخة وانت وأهلك في قلب المنزل، عشان عاوز تعرف هل المنزل ده فيه مشكلة من ناحية المس أو السحر أو الحسد. هيتعرف بفضل الله عز وجل بهذه الطريقة، وهذه الطريقة صحيحة إن شاء الله. إن شاء الله. هنقول بسم الله ونبدأ البخاخة بسم الله، كل الأهل بسم الله بسم الله بسم الله. اسمع حبيبي، لو حسيت بتنميل أو صداع أو تقل أو خمول أو رعشة أو دموع أو ألم في الكتف أو أسفل الظهر أو ألام في مغص البطن، وخاصة البطن يبقى الألم فيها شديد، لو حصل الكلام ده يبقى في مشكله عندك في البيت. طبعا احنا مش عاوزين نقول بقى مشكله سحر والكلام دوت او سحر او شياطين وعفاريت، لا، في مشكله من ناحيه بقى لا اما مس لا اما سحر لا اما حسد. انا مش عارف لو قلت لك اللي انا حاسس بيه دلوقتي، كل الاعراض دي مجرد ان انا قاعد مع حضرتك مش هتصدقني، والساده المشاهدين برضه مش هيصدقوني، بس والله فعلا كل الحاجات اللي بتقولها، التنميل ووجع الظهر، كل ده ظهر عليا دلوقتي. فيا رب الحلقه تخلص على خير باذن الله. اصعب الحالات اللي قابلتك؟ والله اصعب الحالات هقول لحضرتك حالات يمكن ذكرتها عندي في القناه. معانا اتصال تقريبا يا جماعه، اتفضل. يمكن اقول لحضرتك حلقه من ضمن الحلقات اللي انا ذكرتها عندي على القناه على اليوتيوب، احمد ابو زياد عالم الجن. من ضمن الحلقات اللي كانت صعبه جدا وصعبت عليا، خاصه اللي هي كانت حامل في الشهر التاسع، وكان 301 جن على امراه حامل. سبحان الملك، قعدت من الساعه 6 مساء ل 12 صباحا 3 ساعات عشان احضر واحد فيهم. فضل الله عز وجل، وهذا بفضل الله عز وجل علينا وكرمه ومنه. شفت بامر الله وخرجوا كلهم في خلال 6 ساعات، والحمد لله. كنت انا مطمن يا دكتور عمرو ان هي كانت في الشهر التاسع، ولكن لو كانت في الشهر الاولاني او الثاني استحاله كنت رقيت عليها، او استحاله كنت قرات عليها القران، كانت ممكن يحصل لها عمليه اجهاد وتسقط
يعني كانت حامل كمان؟ طبعا كان حامل في شهر 9، عشان كده انا كنت مطمن وانا بقرا يا دكتور عمرو. كنت مطمن وانا بقرا خلاص ان خلاص اللي الجنين كمل بفضل الله جل على وضع ولاده، فحتى لو حصل عمليه اجهاض في الحمل خلاص خلاص ما فيش مشاكل خالص. امال موضوع الضرب بقى بنشوفه بيضربوا بيكتفوا الشخص ويقولوا هنخرجه يا دكتور، هذا ما انزل الله به من سلطان. ضرب ايه يا دكتور؟ اضرب ضرب ايه؟ معاك الجن اللي هو دكتور معاك. بص حضرتك يا دكتور، وقت القراءة خلي بالك أنا بسألك الأسئلة اللي جاية لنا على الصفحة والشائعة مش أسئلة أنا حبيبي من اسأل شخص. ما شاء فضل الله عجل. إحنا فضل علشان بس نوضح يعني للناس. بص يا دكتور، وقت القراءة، وقت قراءة الرقية على المسحور أو الممسوس أو المحسود، وقت إحضار الجن، خلاص فقد الوعي، الإنسان فقد الوعي خلاص يا دكتور. فحتة الضرب لا يجوز الضرب، لا يجوز الضرب نهائيا، ولكن قال الله وقال رسول الله فضل الله عز وجل كله بيبقى تمام معانا وبتشفى بامر الله عز وجل. بس ولكن الرقي ايه يا دكتور؟ الرقي ايه؟ قال الله وقال رسول الله. غير كده اسمع يا دكتور، اي حد هتذهب الى مركز او راقي هيجي لك البيت وشفته بيقرا قران بكلام مسموع، كلام مسموع، القراءه مسموعه، اطمن وخد نفس واسمع خلاص واطمن. اما لو جالك راقي او ذهبت الى مركز راقي وبدا في البدايه يقول قران يا دوبك اقل من 5 ثواني وبدا يلتمس الصمت، قول له انتظر، حسبك، علي صوتك. ما رضيش يعلي صوته، اتفضل من غير ما تقول. ليه؟ هذا الدجال وهذا الشعوذه والعياذ بالله عز وجل، وهذا لا يرضي الله عز وجل. لا، هيتعبك وهيمرضك، عشان السحره في الزمن ده كتير. ودكتور عمرو السحره فيهم حاجه غريبه جدا، هيكتب لك التشخيص زي ما احنا بنكتب التشخيص عندنا في المركز واقول لك هات العلاج ده. هتاخد حضرتك الروشته بتاعته وهتذهب عشان تجيب العلاج، مش هتلاقيه. هتضطر تعمل ايه يا دكتور؟ لو انا كتبت لك العلاج ورحت ما لقيتوش هتعمل ايه؟ هترجع لي انا، هرجع لك تاني كراقي بتاعك بالزبط. هترجع لي، واما ترجع لي خد بالك انا اديتك اسامي عشوائيه مش موجوده في البلد. فما اجي ترجع لي اجي اقول لحضرتك يا دكتور عمرو هدي لك حاجه وهميه يعتبر ولا اجي اقول لك لا ده عند فلان، خد بالك فلان ده تبعي، لا اما فلان ده تبعي لا اما اقول لك الحاجه عندي. يا دكتور عمرو الاعشاب اللي بيكتبوها والله الذي لا اله الا هو عارف، الميه المتلوثه افضل منها. ليه؟ هو عاوز يضرك. بكام يا دكتور عمرو؟ الافات مؤلفه. أيوة. الافات مؤلفه والعياذ بالله. وسلم سلم يا رب سلم. معانا اتصال. الو الاستاذه اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. انا بس حابه ان انا اشكر الشيخ احمد. نتعرف بحضرتك طيب الاول. ام عبد الله. اهلا وسهلا يا ام عبد الله. اتفضلي. بحب اشكره، وهو بصراحه الله يبارك فيه، ان انا كنت تعبانه جدا وبموت، وربنا يجعله هو شفاء ليا ولاولادي. ربنا يعزك. انا كان معمول لي سحر شديد جدا، هو مش دجال، هو بيقرا قران وبس، يعني ما شاء الله عليه والله يبارك فيه الصراحه. مش قادره اقول لك انا كنت تعبانه ازاي، وهو ربنا بعته ان هو نجاه ليا. طب حاولتي يا ام عبد الله سامعاني كويس؟ اتفضل مع حضرتك. حاولتي ان انت تروحي تتعالجي في اي مراكز او اي اماكن تانية؟ لا يعني كان الاستاذ احمد اول حد يعني تتعاملي معاه؟ اول حد اتعامل معايا انا. قبل كده من كام سنه كنت تعبانه قبل المره دي. اها. رحت الدجالين تعبوني، لكن انا المره دي لما تعبت ورحت ليه وكان سحر جامد اكتر من اللي قبله. ما شاء الله اللهم بارك، يعني الله يبارك فيه. جزاك الله خير. ربنا جعل نجاة ليا ولاولادي. ودلوقتي ما فيش اي حاجه، حضرتك سليمه 100%؟ لا الحمد لله والشكر لله، الفضل لربنا بعد كده ليه. الحمد لله الحمد لله. الف مليون سلامه عليكي ويا رب يحفظك يا رب. ماشي يا فندم. واضح ان الناس بتحبك جدا. عايز بس سريعا كده عشان وقتنا، علاقه برضو بسؤال علاقه الحجامه بالحسد والامراض المس. بص يا دكتور، الحجامه اولا عاوزين نعرف يعني ايه الحجامه. الحجامه دي سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، امرنا بها عليه الصلاه والسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم في الاخضعين والكاهل. والاخضعين موضع كأس خلف الأذن اليمنى، وكذلك أيضا خلف الأذن اليسرى. أما الكاهل وده من ضمن الحاجات المهمة جدا يا دكتور عمرو، الكاهل ده أسفل الرقبة ويسمى بالسي 7 أي الفقرة السابعة. الفقرة السابعة من الفقرات العمود الفقري. طبعا الحجامة دكتور عمرو ما شاء الله عليها الله أكبر، والله سحر. إيه ده؟ سحر؟ أيوه سحر. طالما فيها وصية نبوية.
طبعا يا دكتور عمرو، طبعا مراكز الحجامه في الجسد 48 موضع، منهم 55 على مناطق الظهر و43 على الوجه والبطن. 98 تقصد؟ طبعا 98 55 على مناطق الظهر، ايوه، و43 على البطن والوجه يا دكتور عمرو. تمام. فما شاء الله، والنبي محمد امرنا بها، انما افضل ما دويتم به الحجامه. الحجامه. طب هل لها اي اضرار؟ لا، ليس لها اضرار، ملهاش ولكن لها موانع. موانع الحجامه يعني زي ايه؟ مريض الكانسر، اها، واحد عنده سيوله في الدم، واحد عنده انيميا، واحد عندها انيميا تعبانه، هنا نقول لك لا، انتظر، لا يجوز. تمام. في حالات جات لك احتجت ان انت تعمل لها حجامه فقط، او ليها السحر والحسد ليه اماكن في الجسم تشتغل عليه؟ طبعا في منطقه الكتف، منطقه الكتف الايسر ليها اماكن معينه. طبعا ليها اماكن طبعا معينه. في منطقه، طبعا انا كان قديما من حوالي سنتين كان في اخ عندي كان عنده سحر، وسحر فظيع والله يا دكتور عمرو، يعني سبحان الملك. قعد ده تاجر فاكهه كبير، قعد 3 شهور بره بيته نايم في الشارع، مسحول له سحر فظيع، ولكن فضل الله عز وجل لما ربنا من علينا وقرانا وحضرنا اللي عليه وحضر السحر والكلام دوت، طلب اللي يحتجم، احتجمنا بفضل الله عز وجل. بس كان خلاص يا دكتور بقى، كان السحر طلع، كانت جلسه خليناها جلسه عشوائيه زي ما بيقولوا، خلاص اللي احنا خلاص نفور الدم من بقايا السحر اللي موجود. طبعا الموضوع شيق يا جماعه، وموضوع محتاج ساعات وساعات، مش محتاج فقره بسيطه جدا. طبعا اكيد حضرتك ليك كلمه لمتابعينك دلوقتي، الكاميرا مع حضرتك. والله يعني أسأل الله العظيم أولا رب العرش الكريم أن يشفينا ويشفيكم ويشفي مرضانا من كل سوء. الكلمة يا دكتور عمرو عاوز أوجهها للمشاهدين: عليكم بالحجامة. فعلها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، خد بالك، في ألم في رأسي. خد بالك، الحجامة تزيل ألام الصداع النصفي نهائيا. خد بالك، الفقرات العنقية والصدرية والعجزية والقطنية، سبحان الملك، تحسن التركيز، تحسن من الدورة الدموية. ليها فوائد كتيرة فوائد طبعا الحجامة ما شاء الله. شرفت بحضرتك أستاذ أحمد محمد حسين، طبعا أخصائي التأهيل الشامل والرقية الشرعية، كان في ضيافتي اليوم. شكرا جزيلا لحضرتك. أعزائي المشاهدين، أتمنى أن تكون هذه الحلقة نالت إعجابكم. ألقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.